مش هاقول لك بطّل سُكّر، بس تعالَ شوف هيحصل إيه لو أنت عملت كده لمدة 30 يوم بس. هنعمل تحدي 30 يوم عسل وفيه هدايا في الآخر. إيه اللي هيحصل في جسمك لو عملت التحدي ده؟ تعالَ وأنا أقول لك. عسل الصال والجنزبيل والليمون ده بيهدّي اضطرابات الجهاز التنفسي، كويس للمدخنين. لو أنت استخدمته أول أسبوع هتبدأ تحس بحرارة شديدة جدًا في منطقة القصبة الهوائية والجهاز التنفسي. الإحساس ده هيبدأ يقل تاني أسبوع، تالت أسبوع، آخر أسبوع الإحساس ده هيختفي تمامًا. إيه اللي هيحصل لو في مشاكل كحة، سُعال، بلغم، أي مشاكل في الجهاز التنفسي هيرجع عندك brilliant. أمّا لو خدت عسل موالح لمدة 30 يوم هيقلل نسب الإصابة بأعراض البرد والإنفلونزا والكلام اللي أنت عارفه كُلّه ده. أمّا بالنسبة لعسل المُر الملكي الليبي بعد استخدامه لمدة 30 يوم هتبدأ تحس إن نسب الأنسولين اتضبطت في الدم. عسل المانوكا النيوزيلندي بقى ده هيضبط لك اضطرابات الجهاز الهضمي، مشاكل القولون، حالات الإمساك والإسهال بعد استخدامه لمدة 30 يوم. بالنسبة بقى لخلطات التنشيط والذاكرة دي هتمشي عليها لمدة 30 يوم وبعد ال30 يوم لازم توقّفه. ليه؟ عشان ما ادّيش فرصة أو أدّي فرصة للجسم إن هو يبدأ يشتغل لوحده بدون الاعتماد على أي مساعدات خارجية، بس خلال ال30 يوم دول هتبدأ تلاحظ الفرق. يالّا بقى نشجّع بعض ونعمل التحدي ده لمدة 30 يوم، وصوّر واعمل لي story ومنشنّي في الstory، ولو عملت التحدي ده لمدة 30 يوم هاختار 2 بصورة عشوائية هاكسبهم معايا في الكومنتات، يبقى أنت كسبت صحتك، كسبت هدية. أحلى مسا عليك يا زميلي، سلام.